اوكي يا شباب، في الجزء الاولاني اللي انا عملته عن اغبى 5 قرارات لفينس ماكمان، كل الناس في الكومنتس قالوا لي لا ده في كذا، ده في خطأ كذا، ده في قرار كذا، وانا قلت لكل واحد في الكومنتس ان انا هعمل جزء تاني لاغبى 5 قرارات لفينس ماكمان. وبالفعل النهارده حضرت لكم اغبى 5 قرارات كجزء تاني لفينس ماكمان، فما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب يا احلى متابعين في الدنيا، ويلا بينا نبدا الفيديو. رقم 5 معانا وهي خسارة ذا بيست بروك ليزنر اول مباراة ليه بعد عودته ضد جون سينا في 2012 في احدى عروض الرو في عام 2012، وتحديدا في فقرة جون سينا. عاد الوحش بروك ليزنر مرة تانية للدبليو دبليو اي بعد فترة نجاحات رائعة في اتحاد اليو اف سي والام ام اي، ولكن للاسف عودة بروك ليزنر كانت سيئة. كل الناس كانت عارفة ان بروك ليزنر هيرجع في عرض الرو ده، ما كانتش عودة مفاجئة، عودة ماتت جودتها للاسف في الدبليو دبليو اي، ولكنه قدم عداوة رائعة مع جون سينا وقتها، عداوة قوية، عداوة كان عنوانها ان بروك ليزنر اللي كان بينفخ المصارعين في بدايات عصر الروسلس اجريشن بقى اقوى من الاول بكتير، خصوصا انه خاض فترة ممتازة وفترة قوية جدا في اتحاد اليو اف سي علشان نشوف عداوة محترمة بتحصل في عروض الرو وقتها. ولكن للاسف بعد ما اتحددت مباراة ما بينهم في عرض اكستريم رولز عام 2012، مباراة من نوع اكستريم اللي بنشوفها ايام 2003 و2002 الى مصارعة جديدة، وتحديدا لعب اليو اف سي اللي كان مسيطر عليه، لدرجة ان بروك ليزنر خلى جون سينا يجيب دم ودم حقيقي في المباراة، لان بروك ليزنر ما كانش لسه متعود على اجواء الدبليو دبليو اي. المباراة كانت مباراة سكواش ما بين جون سينا وبروك ليزنر. بروك ليزنر نفخ جون سينا بكل ما تحمله الكلمة، وبعد ده كله كنا فاكرين ان بروك ليزنر خلاص هينهي على الاسطورة جون سينا، ولكن للاسف الكليش ده انت اخر عداوة قدمتها قبل العداوة دي كانت عداوة جون سينا وذا روك، وقبلها كان عداوة جون سينا وسي ام بانك. انت كل فترة بتقدم عداوة محترمة، فاول ما بروك ليزنر يرجع فينس ماكمان قرر يخسر بروك ليزنر اول ماتش ليه. ازاي؟ ما تفهمش، قرار غريب، قرار ملوش تفسير جدا، لان بروك ليزنر من بعدها دخل في عداوات ملهاش اي لازمه، عداوه ضد تريبل اتش، وفي النهايه خسر العداوه ضد تريبل اتش بعد ما فاز على تريبل اتش في سامر سلام، خسر قدام تريبل اتش في الراس المانيا. قرار غريب جدا من فينس ماكمان لخساره بروك ليزنر المهينه قدام جون سينا، رغم انه اهان جون سينا في الماتش الا كان خسارته كانت مهينه. واحده ايه خلصت المباراه بعد ما جون سينا اتنفخ حرفيا. رابع قرار معانا وهو عدم تحول رومان رينز للشخصيه الهيل في عام 2017. في بدايه عام 2017 حصلت عداوه بسيطه ما بين رومان رينز وما بين الديد مان ذا اندرتيكر، وكان ماكمان عايز من العداوه دي هي تسليم الشعله ذا اندرتيكر لرومان رينز واعتزال الاندرتيكر رسميا في 2017 من العداوه دي. ولكن انا عايز اقول لك ان لا العداوه دي قدمت رومان رينز كتسليم للشعله، ولا حولت رومان رينز للهيل، ولا اندرتيكر اعتزل في 2017. طب ازاي بقى فينس ماكمان عمل ده كله؟ هقول لكم. بعد ما رومان رينز لعب مباراه عبيطه في مين ايفنت راس المانيا ضد الاندرتيكر، وللاسف الاندرتيكر طلع قال ان الاخطاء اللي حصلت في الماتش ده كانت بخطأ مني انا بسبب كميه الاصابات اللي كانت عند الاندرتيكر وزياده وزنه وقتها، وانه ما رماش اللوم على رومان رينز، رغم ان رومان رينز كان عليه اللوم كبير في المباراه، والاندرتيكر عمل كده بتوجيهات من فينس ماكمان علشان يبين شخصيه رومان رينز. المهم بعد ما نزلوا الكلام ده كله ده شفناه، المهم بعد عرض الرول اللي بعد الراس المانيا ظهر رومان رينز وكان باين على وشه انه هيتحول للشخصيه المكروهه، ووقف قدام الجماهير وخلاص بقى، خلاص هيشتم في الجماهير بقى، هيعنف في الجماهير، هنشوف الشخصيه الهيل اللي احنا نفسنا نشوفها من رومان رينز عشان يقدم حاجه محترمه. ولكن فينس ماكمان خاف من القرار ده وخاف الجماهير تكره رومان رينز اكتر، قام رومان رينز طلع وقال للجماهير ان دي هي الساحه الخاصه بيه، واستمر بشخصيه البيج دوج. رومان رينز لما تحول للشخصيه المكروهه في عام 2020 وقدم فتره 1316 يوم بلقب اليونيفرسال تشامبيون، قدم عظمه. ماكمان اخر القرار ده شوف كام سنه، 3 سنين كامله نشوف رومان رينز بشخصيه البيج دوج العبيط. المهم اللحظه دي كانت باينه خلاص، الهيل تيرن لرومان رينز، هيقف ويعنف الجماهير، هيقف يقول للكل انا هزمت الاندرتيكر، انا عملت اللي ما اتعملش في الدبليو دبليو اي، انا واحد من ضمن 2 فازوا على الاندرتيكر في الراس المانيا، ولا عمل اي حاجه، قال جملتين وخرج، والجماهير عنفته اكتر، والجماهير قالت ان احنا مش عايزين نشوف وش امه تاني في الاتحاد. وده للاسف ما كانش قرار غبي من ماكمان، ده كان قرار غير مفهوم. لا اندرتيكر اعتزل، لا رومان رينز اتحول للشخصيه المكروهه، ما فيش اي حاجه حصلت. طب انت قدمت العداوه دي ليه اصلا؟ بس للاسف او فينس ماكمان بيحاول يضيع وقت، او فينس ماكمان بيحب يجرب، بس للاسف لما بيجرب قدام الجماهير، مش الاول ياخد راي ناس، ياخد راي تريبل اتش، ياخد راي حد من الكتاب، لا هو بينفذ رايه دايركت. خش بينا على رقم 3. رقم 3 معانا هي نهايه مباراه سيس فريك رولينز ضد ذا فيند بري وايت في هيلينا سيل عام 2019. ماتش كان عظيم، اول مباراه على اللقب لذا فيند بري وايت ضد سيس فريك رولينز. العداوه كانت عظيمه، بري وايت خلاص خرج من شخصيه الوايت فاميلي، هيقدم شخصيه ذا فيند، الشخصيه الذي لا تقهر، الشخصيه اللي ظهرت في السمر سلام وابادت فين بالور. خلاص يتحدى مين بقى؟ يتحدى بطل اليونيفرسال تشامبيون وقتها سيس
سيس فريك رولينز علشان تتحدد ما بينهم مباراه هيل ان سيل ماتش. وزي ما احنا عارفين مباراه الهيل ان سيل ماتش مباراه بدون قوانين تفعل فيها ما يحلو لك. المباراه دي كنا عايزين منها ايه؟ حاجه واحده بس، هي انتصار ذا فيند براي وايت. المباراه كانت جميله، استعملوا فيها كل حاجه، فابتدت المباراه، قدموا مباراه عظيمه جدا الاثنين. سيس فريك رولينز عمل كل حاجه علشان يفوز، مسك الهامر ضرب بيه راس براي وايت، مع اننا في عصر البي جي، ولكن عمل كده عشان الحكم ينهي المباراه بالدي كيو لصالح براي وايت، وبالتالي سيس رولينز حافظ على اللقب. طب ازاي المباراه انتهت بالدي كيو وهي بدون قوانين؟ ايه القرار الغبي ده؟ انا كنت قاعد وقتها هموت على نفسي. انا كنت في بقى افتكرت مثلا ان سيس هيعد ويفوز عادي، كنت هتقبلها، ولكن تخيل الحكم منها المباراه لصالح براي وايت بالدي كيو، وبالتالي سيس حافظ على اللقب. سيبك من ده كله، براي وايت قام بعدها وضرب سيس فريك رولينز ولا اكنه في حصل حاجه. طب الحكم نهى المباراه بالدي كيو ليه؟ محدش فاهم. قرار غبي، ده قرار غبي وغير مفهوم، زي قرار فين بالور اللي انا قلته في الفيديو اللي فات لما اتقطع بيه الحبل قدام ماتش ضد رومان رينز. ماكمان كده بيجيله افكار خزعبليه، ايه ده؟ دي مباراه من غير قوانين؟ لا تنتهي بقى بالدي كيو. حاجات غريبه والله العظيم، انت بتعمل حاجات غريبه في ماتشات ما ينفعش يحصل فيها كده. يعني بعد المباراه العظيمه دي يا سيس يفوز يا براي وايت يفوز، ايه النهايه دي؟ نيجي الرقم 2 معانا وانا شايفها الافظع، بس للاسف ما حطيتهاش رقم 1، هي خساره ذا بيست ان ذا وورلد سي ام بانك ذا روك في الرويال رامبل واليمينيشن تشامبر عام 2013. الفكره وقتها ان سي ام بانك قدم فتره عظيمه مع لقب الدبليو دبليو اي تشامبيون، وهي فتره ال 434 يوم اللي هنعمل عنها حلقه قريب ان شاء الله. الفتره دي سي ام بانك ما تصدرش عرض الراسلمانيا خالص، رغم انه كان بطل الاتحاد الاول وكان واجهه الدبليو دبليو اي، كان بيقدم عداوات محترمه سواء مع جون سينا او مع غيره. المهم يرجع ذا روك ويتحدى سي ام بانك في الرويال رامبل. المهم سي ام بانك وقتها في المايك قصاد ذا روك، سي ام بانك نفخ ذا روك على المايك وخرج عن النص كتير، لدرجه ان ذا روك اشتكى لفينس ماكمان على اللي سي ام بانك بيعمله، وفينس ماكمان قال وقتها ذا روك ان كل شيء محسوم، انت كده كده اللي هتفوز على سي ام بانك. المهم سي ام بانك يلعب ماتش في الرويال رامبل ضد ذا روك على لقب الدبليو دبليو اي تشامبيون ويفوز على ذا روك في المباراه، وفاز على ذا روك فعلا في المباراه، علشان فينس ماكمان يخش ويقول ان الفوز ده غير عادل بسبب تدخل ذا شيلد، فخلاص ذا روك هو البطل. فنشوف بقى الشخصيه المحبوبه وقتها ذا روك يقول لفينس ماكمان لا انا عايزك تبدا الماتش من اول وجديد عشان افوز عليه، ويقوم ذا روك بعد ما يبتدي الماتش من تاني يفوز على سي ام بانك وينهي اعظم فتره بلقب الدبليو دبليو اي تشامبيون شفتها في حياتي. المهم منع كده ان سي ام بانك خلاص خسر، عشان سي ام بانك يطلع في الرو بعدها ويقول كلام خطير جدا عن سياسه فينس ماكمان. انا شايف انه كلام فيه تلميع عن الباي بومب اللي هو قدمه ضد جون سينا، ونفس الكلام ده بيقول ان خلاص انا شئتم ام ابيتم انا اللي فزت في المباراه اللي فاتت مش ذا روك. فينس ماكمان مش عايزني اكون موجود في الدبليو دبليو اي، فينس ماكمان بيفضل ذا روك وجون سينا عني لان جون سينا فاز بالرامبل وقتها، ولمح ان كده كده الماتش هيحصل ما بينهم في الراسلمانيا. يوم في مباراه الاعاده في اليمينيشن تشامبر عام 2013 ما بين ذا روك وسي ام بانك، نفس المباراه اللي لعبوها ذا روك فاز عليه واحتفظ باللقب، علشان سي ام بانك لما ياخد فرصه اخيره انه يلعب ذا روك في المين ايفنت في الراسلمانيا لما لعب جون سينا في عرض الرو وخسر قدام جون سينا، وبالتالي خلاص العداوه اللي حصلت ما بين سي ام بانك وذا روك كانت سبب من اسباب رحيل سي ام بانك مستقبلا عن الدبليو دبليو اي. تخيل سي ام بانك واحد من عظماء الدبليو دبليو اي لم يتصدر عرض الراسلمانيا ولا في مره في حياته. للاسف خساره ما استفدناش بها اي حاجه، خساره بعنوان خلاص احنا بندفن موهبه سي ام بانك بعد ما برزت في الدبليو دبليو اي. رقم 1 معانا وهي اسوأ قرار انا شايفه لفينس ماكمان في حلقتنا النهارده، وهي انهاء حقبه NXT بلاك اند جولد. فتره NXT بلاك اند جولد اللي كانت تحت رئيس الابداع وقتها الخاص ب NXT كان تريبل اتش. تريبل اتش كان مسؤول عن القصص، عن العداوات، عن النهايات، عن كل حاجه في NXT، لان فينس ماكمان كان متفرغ للعروض الرئيسيه الرو وسماك داون والعروض الشهريه. يوم عمك تريبل اتش يجيب مصارعين زي فين بالور، ساموا جو، شينسكي ناكامورا، سامي زين، كيفن اون، ادم كول، والاندسبيوتد ايرا الخاصه بادم كول، كان في درو ماكنتاير، كان في بوبي رود. كل دول مصارعين كانوا نجوم في اتحادات تانية زي التي ان اي واتحادات الانديز وان جي بي دبليو، نجوم كبار يلمهم في اتحاد صغير اسمه NXT داخل الدبليو دبليو اي تحت عنوان حاجه واحده بس، مركز تدريبي للمصارعين عشان يبقوا واجهه اتحاد الدبليو دبليو اي. المهم NXT بلاك اند جولد كانت بتقدم عداوات وقصص رائعه. مين ينسى عداوه توماسو شامبا وجوني جرجانو؟ مين ينسى عداوه كيفن اون وسامي زين؟ مين ينسى عداوه ساموا جو وفين بالور؟ مين ينسى اداء شينسكي ناكامورا الرهيب اللي على الحلبه؟ مين ينسى فتره الاندسبيوتد ايرا الفانكشن الخاص بتاع ادم كول اللي كلهم حاليا موجودين في AEW؟ انا عايز افهمك وقتها ان NXT بلاك اند جولد الفتره دي كلنا كنا بنتابع عروض
عروض NXT الاسبوعيه والشهريه. العروض دي تفوقت على عروض WWE بكتير. الفتره دي كانت عظيمه. تريبل اتش قدم واحده من اهم الفترات اللي انا نفسي اعمل عنها حلقه، بس للاسف فينس ماكمان بغبائه انا هنهي فتره NXT بلاك اند جولد. لا ومش بس كده، لا تريبل اتش انت مطرود من فريق الابداع NXT، انت هترجع تنضم للWWE وتباشر عملك كسي او للشركه مش اكتر. يا نهار اسود. NXT بلاك اند جولد من ساعه ما انتهت شفنا انخفاض في العروض، انخفاض في الاداء، انخفاض في القصص، انخفاض في العداوات، وبالتالي انخفاض في الجمهور. عروض NXT كانت رائعه تحولت الى عروض ممله. حاليا بتحاول ترجع بعد ما تريبل اتش عين شون مايكل كرئيس لفريق الابداع، ولكن هتاخد وقت على ما يلاقوا النجوم دول تاني. تخيل انت كان عندك نجوم دلوقتي بقوا هم متصدرين العروض الرئيسيه. ده انا شايفه اغبى قرار في حلقتنا النهارده، انهاء حقبه NXT بلاك اند جولد. للاسف من اسوأ قرارات فينس ماكمان في حلقتنا. وبس كده يا شباب، ده كان الجزء الثاني من اغبى 5 قرارات لفينس ماكمان. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. احلى سلام.